هل تشعر بتعب غريب بعد رمضان؟ وكأن طاقتك اختفت فجأة؟ هذا ليس وهماً، عقلك وجسمك يمران بتحول علمي حقيقي. ابقى معنا لأن ما ستعرفه سيغير نظرتك كلياً. خلال رمضان يعيد جسمك برمجة ساعته البيولوجية بالكامل. النوم يتأخر، الأكل يتغير، والإيقاع الطبيعي ينقلب رأساً على عقب. وعندما ينتهي رمضان فجأة يجد الجسم نفسه في حالة من الارتباك الهرموني، مثلما تشعر بعد رحلة طويلة من توقيت زمني مختلف. هذا ما يسميه العلماء اضطراب النوم الموسمي، وهو سبب إرهاقك الأول. الجهاز الهضمي يعاني أيضاً. بعد شهر كامل من الصيام الطويل بدأ الجسم في تقليص إفراز العصارات الهضمية، والآن مع العودة إلى الأكل الطبيعي يحتاج من 2 إلى 4 أسابيع ليعيد ضبط نفسه. الأكل بكميات كبيرة في هذه الفترة يزيد الأمر سوءاً، لأن الجسم ببساطة غير جاهز. والأمر الذي لا يتوقعه أحد، الدراسات تظهر أن مستوى الدوبامين هرمون السعادة ينخفض بعد رمضان مباشرة، لأن الدماغ اعتاد على الروتين الاجتماعي الرمضاني: الإفطار الجماعي، التراويح، السهر مع العائلة. وعندما يختفي هذا كله فجأة يشعر الدماغ بفراغ عاطفي حقيقي، ليس مجرد مزاج، بل هو استجابة بيولوجية موثقة. الحل 3 أسابيع هي المدة التي يحتاجها جسمك للعودة إلى طبيعته. النوم المنتظم، الأكل التدريجي، وقليل من الصبر. إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً اشترك الآن، لأن الفيديو القادم سيكشف حقيقة أخرى عن تأثير الصيام على الدماغ ستبقى معك طويلاً.